نختم من المغرب، ولأن الجيل الناشئ يشكل أغلبية جماهير المدرجات، تأتي المبادرة من طرف جمعيات المحبين واللاعبين السابقين بهدف توعية المشجعين والطلاب حول أهمية محاربة الشغب الذي يحصد أرواح الأبرياء في المغرب. مراسلنا ياسين معرش والتفاصيل. الشغب بات يشكل الوجه المظلم للكرة في المغرب. المقاربة الأمنية لم تضع حدا لمشكلة تسيء للكرة المغربية، ولأن طلاب المدارس يشكلون نواة جماهير المدرجات، تأتي مبادرة اجتماعية من لاعبين سابقين وجمعية المحبين للتوجيه والتوعية بمخاطر الشغب ونشر ثقافة الروح الرياضية في المدرجات. نتمنى بهذه الندوه تكون ان شاء الله بادره باش الجمهور المغربي والشباب المغربي هذه البادره ما يبقى البادره بانها تنظر جديده على البلاد ديالنا. ما حنا ماشي شعب ديال الشغاب، شعب مضياف مع البراني حسك مع حنا بعضياتنا. ونتمنى من الجمهور الرجاء والوداد وجميع الفرق كونوا اخوه. حنا اول حاجه عائله تحضر التيران، يقدر يكون الاخ ديالك، يقدر يكون العائله، ما تعرفش شكون اللي غضرب تتشير بحال ما تعرفش كيفاش تقدر تجي في خوك، تقدر تجي في اي واحد. وتتمنى بالطايره تحيد من البلاد ديالنا ومن بين الجمهور المغربي. المبادرة تأتي بعد سنة من أحداث السبت الأسود، مباراة كانت الأخيرة بمركب محمد الخامس بين الرجاء وشباب الريف الحسيمي. عائلات فقدت أبنائها، أحداث أصبحت تدق ناقوس الخطر، وتضافر جهود فعاليات الكرة قد يساهم في الحد من إراقة الدماء في المدرجات. حان الوقت ان تكون واحد جهود مكثفه لا من الاباء ديال المنازل، كذلك الاطور ديال المدرسه، المؤطرين ديال الاحياء، باش تكون عندنا على الاقل واحد الفكره جميعا ان هذه الافه هذه ممكن ان نقضيو عليها بالالتزام ديالنا وبالاحترام ديالنا للملاعب ديالنا اولا والفرق ديالنا. الكل كيعرف هذه الافه ديال الشغاب او هذا الورم الخبيث اللي ولا صاب المجتمع المغربي وبالخصوص القاصرين والراشدين. لهذا ارتأينا باش نمشيو في عمق الحدث، باش نتنقلوا داخل الاعداديات والثانويات. يا ليت الماضي يعود يوما لسان حال الجماهير واللاعبين والإداريين. في الماضي القريب الجماهير المغربية كانت تشكل الاستثناء وتقدم أجواء احتفالية واستثنائية، الطموح أن يتغير الحال قريبا. الاقتراب من الفئة الرئيسية التي تملأ المدرجات سيساهم في التوجيه والتوعية، والهدف هو اجتثاث الشغب الذي بات يحصد أرواح شباب المغرب. ياسين معرش، بين سبورتس، الدار البيضاء.